الحمد لله حنا في الخطوات الاخيره باش نكملوا المشروع. باقينا اسابيع قليله لاستكمال هذه المعلمه ان شاء الله. ملعب طنجه عرف توسعتين، التوسعه الاولى خداتو 65,000 متفرج، التوسعه الثانيه حنا ماشيين 75,500 متفرج. العمل الاخير كان عمل ديال باش ملعب طنجه يكون كي ريبون ولا كيرد على لا نوفيل ريغلومونطاسيون، قانون جديد ديال الفيفا 2030. يعني كان واحد اعمال داخل الملعب لتهيئه المجالات لي فيستير، يعني واللي صالون لي في اي بي لي زاكسي كاع لي زيسباس. ils ont connu un refond، دونك عرفوا واحد التجديده، واحد التهيئه جديد، تجديد شامل باش يكون يعني نورم ديال 2030. كي قلنا لي لوج ديال الملعب طنجه الخاصيه ديالهم هو القرب ديالهم من الملعب، القرب ديالهم من اللاعبين. يعني ملي كتكون في ديك لي لوج كتقدر تسمع على سكاي بوس، كتقدر تسمع الكره كتضرب اللاعبين، وهذا واحد مساله بالنسبه لي واحد الخاصيه مهمه في الملعب ديالنا، الشيء اللي ما كنجبروش بمجموعه الملاعب حتى الملاعب الاوروبيه. ثاني حاجه هو هذا التسقيف اللي عندنا تسقيف يعني خاص بطنجه اللي هو نصف ستركتور ميتاليك والنص كابل. يعني بالنسبه لنا مفخرات دازت ما بين بحال اللي كنا كنشوفوا قبيلاتي، ما بين الدراسه والتطبيق نقص اقل من عام. عملنا واحد من اكبر التسقيفات اللي كاين في العالم. دونك هو ثاني تسقيف مور الماراكانا. التسقيف ديال الماراكانا كيوصل 100 متر، حنا واصلين 85 متر. اللي كان بحال نقولوا عن تشالنج تقني، واحد التحدي تقني بالنسبه للمهندسين، بالنسبه للخبره اللي مشينا كنقلبوا عليها باش نجبروا الحلول لهذا السقف هذا. وثانيا سقف طنجه كيف قلنا، كاين طنجه معروفه بالرياح ديالها، الرياح الشرقي كتفوت 200 كم في الساعه، وعندنا مشكل ديال قرب البحر، اوني موان دو 3 كيلومتر، اقل من 3 كيلومتر من البحر. وعندنا مشكل ديال الزلازل. طنجه معروفه حتى هي منطقه ديال داخله في لا زون 3 ديال الزلازل. لا شاربون ديالنا ولا التسقيف ديالنا كيوصل 85 متر كيف قلنا، وغادي يغطي 55,000 متر مربع، 5 هكتار ونص. وصلنا لحد الان كملنا لا شاربونت كامله، يعني التسقيف كامل مكمل. كيبقى دابا التغليف ديالو دابا حنا كنوجدوا الاقواس ديالو، وغادي نطرقوا ان شاء الله هذا الاسبوع هذا، وعندنا ماكسيموم 3 اسابيع 4 باش يكون هذا الشيء ان شاء الله كامل. عدد العمال كنوصلوا 2000 عامل، حيت عندنا ستركتور اكزيستون. دونك حنا كنا كنخدموا وسط في قلب لا ستركتور. لحد الان خدامين